كبير جدا منتشر بين معظم الناس، وللاسف الشديد محدش واخد باله منه، وهي جمله دع الخلق للخالق. معلومه كل يوم، يلا بينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه، يعني هو الدين مختصر في النصيحه. تخيل بقى واحد بيقول لك دع الخلق للخالق، طب انت رحت فين من الدين النصيحه؟ المفروض لو انت اتعلمت حاجه او انا اتعلمت حاجه اطلع اقولها لك فافيدك، وفي نفس الوقت افيد نفسي واثبت نفسي على المعلومه اللي انا قلتها لك دي. فتخيل انت شفت واحد بيعمل حاجه غلط فقلت ايه يا عم مش مشكله دع الخلق للخالق، هو هيعمل غلط غيره هيشوف بيعمل غلط هيعمل هو كمان الغلط ده، وثالث هيلاقيه بيعمل غلط هيعمل برضه نفس الغلط، وبالتالي الغلط هيزداد ويزداد ويزداد. بعكس لو واحد فينا نصحه وقال له كلمه طيبه، ساعتها ممكن يتوقف فعلا الحاجه السيئه ديت، او على الاقل يراجع نفسه، وبالتالي انت اصبحت بتنشر الخير في المجتمع والناس هتبدا تتغير للاحسن. فجمله دع الخلق للخالق، الجمله ديت مش عايزين نسمعها بعد كده، وعايزين يتحط مكانها الدين النصيحه. هو الدين كله مختصر في النصيحه. بس كده لو اتعلمت معلومه جديده انشرها لغيرك، لعل غيرك ده يستفيد، وكل ده هيبقى في ميزان حسناتك انت. انا خالد شريف بقدم معلومه كل يوم. لايك وفولو واستنى معانا بكره. سلام.